أخبار المغرب، أهلا بكم وهذه أبرز العناوين. شبكة بي إن سبورت تتعمد استفزاز المغاربة خلال مباراة كرواتيا، وإلى التفاصيل. بعد نهاية المباراة التي جمعت منتخب المغرب ومنتخب كرواتيا والتي انتهت بالتعادل، تناسلت العديد من الانتقادات اللاذعة والحادة في وجه الشبكة القطرية المكفول لها نقل مباريات كأس العالم. وتعمدت الشبكة المذكورة عدم نقل مباراة المنتخب الوطني على القناة المفتوحة بخلاف مباريات باقي المنتخبات العربية قطر، السعودية وتونس، الشيء الذي أثار موجة غضب في صفوف المتابعين، كما اعتبر بعضهم أن السبب الكامن وراء عدم نقل المباراة على القناة المفتوحة يعود بالأساس إلى اشتراك المغاربة في الباقة القطرية بعدد كبير على عكس باقي الدول العربية. وجدير بالذكر فقد حقق أسود الأطلس تعادلا مهما في مستهل مشوارهم بكأس العالم أمام كرواتيا التي تعتبر خصما عنيدا وليس بالسهل، إذ سبق له وأن بلغ نهائي النسخة السابقة من المونديال ضد فرنسا، كما يظل حاليا واحدا من أبرز المرشحين للظفر بلقب كأس العالم 2022.